ما تعمليش سكين بوستر او ما يطلق بإبر النضارة. لو انتي مش فاهمة يعني ايه سكين بوستر، بمعنى لو انتي توقعاتك من حقن البوسترز ان انا وشي هيورد ويحمر وابقى عاملة تاتو وماشية على طول خدودي محمرة ومرفوعة وخط الابتسامة راح والتجاعيد اتشدت وعيني اتفتحت وشفايفي رفعت والقصص دي كلها اتحلت من السكين بوستر، فانتي كده ما عندكيش ثقافة البوستر فما تعمليهوش. البوسترز يا جماعة ثقافة وبنسبة كبيرة قوي مش مفهومة كويس عندنا في مصر. البوسترز معناه سكين بوستر يعني تنشيط للجلد، يعني تحفيز للجلد. بمعنى ايه؟ تعالوا اديكم مثال كده. لو انا جيت في وقت مرهقة قوي بشتغل كتير مثلا او يعني كان عندي اي لود او تعب او whatever، فجسمي كله همدان ومش قادرة وما عنديش باور وما عنديش انرجي ومش عارفة اعمل حاجة، لما رحت للدكتور قال لي ان انتي محتاجة نظام هيلسي غذائي حلو ومحتاجة بعض الفيتامينز اللي هتعوضك نقص في اللي عندك من المينرالز او whatever. فلما خدتي الفيتامينز دي حسيتي ان انتي بالتدريج نشاطك بقى اعلى، صحتك بقت افضل. هو ده البوسترز بس للجلد، يعني كأني بدي محفزات ومنشطات وفيتامينز وكولاجين وإلاستين وحاجات الجلد مفتقدها، أنا بديها له كجرعات محددة مناسبة لكل نوع بشرة وعلى حسب البشرة دي ديفوهاتها إيه أو مشاكلها إيه أو سنها كام أو بتهتم أو بتهتمش. السكين بوسترز كتير وكل نوع يحتوي على فيتامينز معينة، على أنتي أوكسيدنت معينة، على حاجات الجلد ده بالتحديد محتاجها. هي دي اختيار البوسترز المناسبة. طيب بمعنى ان انا مش هصحى ابص في المرايه الاقي دول وردوا وفوليوم، مش ده اللي بيحصل خالص، مش ده اللي بيحصل، مفيش تغيير. يعني البوسترز دي ثقافته للناس اللي عايزه تحافظ على جلدها هيلثي، شكله حلو مشدود مترطب مع السكين كير بتاعي واهتمامي ولايف ستايل حياتي، ما بعجزش بدري، مش مرهقه، مش بيلد. دي الناس دي ثقافة البوستر. اما بقى الناس اللي هي لا عايزة فوليوم واضح وعايزة مش عارف ايه تشد واللي كان واقع طلع، فانتي كده عايزة اجراءات تانية هتعمليها في العيادة بلس البوسترز، لكن هو لوحده مش هيصلح التجاعيد لا مش هيعمل كده. ده بالظبط جرعات من الفيتامينز او المينرالز والحاجات المهمه اللي جلدك محتاجها، انت بتاخديها بصوره مكثفه في جلدك دايركتلي عشان تشوفي جلد اصح. ده ثقافه الناس اللي عايزه تحافظ على وشها، اللي عايزه تحافظ على بشرتها من التجاعيد، من التصبغات، من الارهاق، لكن في الاخر هو مش فارق معاها التغيير، لكن اوريدي انا عندي ديفو عايزه اغير، سي تجاعيد بوتوكس، في مثلا انخفاض في الفوليوم، عايزه فيلر واتيفر. فكل مشكله وليها حل، لكن ما تلزقيش البوسترز في حلول لكل حاجه. اما بقى الناس اللي هي بتفكر انا ليه مش مورده، انا عايزه ابقى حمراء، لا حمراء دي مش موجوده في الطب اصلا، هي موجوده عند بتوع التاتو، هتروحي تعمليه وتيجي تتعالجي من الاحبار. عندنا مفيش حاجه عندنا اسمها توريد بمعنى ان انا ابقى محمره او عندي لون، لان ده شغل بتوع التاتو، ده مش شغلنا خالص، دي احبار واصلا فيري ريسك، وكل مشاكلها احنا بنقعد سنين نعالج فيها. فده حاجه مش تبعنا اساسا، مفيش حاجه اسمها احقنك حاجه عشان تبقي بخطوط حمراء، دي حاجه اصلا ده مرض عندنا، يعني ده مرض له علاج، مش حاجه تدل على ان انا ابقى ريفريش ابقى جلوي. ده قصه تانية خالص، قصه البوسترز ومفهوم البوست. انا لما بسافر بره، يعني مثلا لما قعدت فتره في ايطاليا، لقيت الناس هناك، انا كنت بحضر ورك شوبس كتيره هناك، لقيت الناس هناك البيشنتس يعني ناس كبيره في السن اللي هو ظاهر عليها العمر شويه بس نضره، بس عندها ثقافه انها بتهتم جدا بالبوسترز عن الفيلر مثلا، عن ان انا اغير حاجه. هي مهتمه جدا بان صحه جلدي حلوه، زي ما بهتم بالشيب بتاعي، زي ما بهتم باكلي، هو ده البوسترز.